الموظفين اللي على قد حالهم اللي بيقبض ويرمي يجيب مراته وطول الشهر الواحد نازل يصلي الجمعة اديت له 50 جنيه يجيب سمك يعني يجيب لنا غدا. المهم اتكلمت كلام وكان يعني في كلام مؤثر كده، فقام مطلع 50 جنيه ومطلعهم لله. بعد ما مشيت بنصف ساعة أو ربع ساعة جاب تليفوني منين معرفش، يا مولانا ارجع حاجة. ليه يا عم الحاج؟ قال لي بص أنا واقف على الطلاق. قال لي قلت له بس خير. قال لي أنا رحت لمراتي بتقول لي إيه يا أبو محمد فين السمك؟ قال له والله عم الشيخ إيهاب قعد يقول لي الله والرسول والصدقة. فأنا حركت طلعت ال 50 جنيه. قال لي طب خلي الشيخ إيهاب يأكلنا بقى. بص يا ال 50 جنيه اتطلع. وقف على دماغه فعلا. والله ما رضيت واستكانت إلا رجعت البيت عندهم ورحت لها ولم تهدأ ولم تسكن إلا بعد ما أخلصت لها 50 جنيه قلت لها اتفضلي. قالت لي أنا كده استريحت ورجعوا لبعض والحمد لله. أنا عايز 50 جنيه. فيعني لو قليل ولا تستهينوا بصغيرة فإن الجبال من الحصى. وصلى الله أن يتقبل منكم وبارك الله فيكم. أخ يسأل هل هناك تناقض بين قوله تعالى إن كفيناك المستهزئين وبين ما يفعله المرء الآن من وقوع في حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول ليس هناك تناقض، إذ أن الله جل وعلا كافٍ رسوله من هؤلاء المستهزئين بكم وبمن يدافع عن الدين ومن يظهر الإسلام. إنما الآية المقصود بها أنه لن يترك النبي صلى الله عليه وسلم دون دفاع، بل إن الله جل وعلا في كل عصر كل مصر كل زمان ومكان يقير من يدافع عن رسول الله ومن يبذل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدافع ويحمي سنته وعرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يا إخواني إننا نتعجب أشد العجب من أناس أبعد ما يكونون عن الإسلام وهم في بلاد الغرب والكفر ومع ذلك يدافعون عن رسول الله ويرفضون أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتهم في عرضه أو أن ينتقص من شأنه. وأنا قابلت أحد الإخوة في إيطاليا يقول إنه تجادل مع بعض كبار الأثرياء في إيطاليا وهو غير مسلم. يقول تكلموا عن النبي وأنه تزوج عائشة صغيرة وأنه يعني لديه شهوة وانتقصوا من شأنه. فقلت لهم ألم تكونوا تفخرون أن ملوك الرومان والإغريق كان لديهم النساء ولديهم الغلمان ولديهم الجواري ولديهم كذا وكذا؟ لما أصبح هذا متعا عند ملوككم المشركة وأصبح ذما في حق محمد المسلم؟ ألم تكونوا تقولون إن المرأة والفتاة في سن التاسعة في شمال اسكتلندا وشرق المملكة المتحدة بريطانيا كانت أيام القرون الوسطى تستحي أن تظهر للرجال بعد بلوغها التاسعة، وكانت أمها تضع الحناء عليها تأهبا واستعدادا لدخول الرجال؟ أليس هذا في عصركم في القرون المظلمة كان شيئا من المفخرة؟ لما تلومون محمدا أنه تقدم إلى فتاة في التاسعة وما بنى بها إلا بعد أن كبرت وأصبحت امرأة؟ فإذا بهم يفحمون تماما. فالله جل وعلا يقيد من يدافع عن رسوله. لكن السؤال الذي أطرحه أنا على السائل: هل ستنال أنت شرف الدفاع عن النبي؟ هل ستنال أنت شرف الدفاع عن النبي؟ ماذا عندك من أدوات تستطيع بها أن تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوقف أي مار في الشارع وتكلم معه، اذهب إلى المقهى وتكلم مع هؤلاء شارع المقهى. وأنا أعددت برنامج قريبا إن شاء الله جل وعلا نحاول أن ننزله على بعض القنوات، وهو أننا نمر كل ليلة على مقهى من المقاهي ونتفق مع صاحب المقهى أن يؤجر لنا ساعة حتى نعطيه مقابل هذه الساعة. كل الناس الموجودة في المقهى تشرب وتأكل كما هي دون أن نتعرض لهم، لكن نحن لنا طلب واحد: أن نضع مكبرات الصوت وشاشات العرض نتكلم عن بلدنا، نتكلم عن حال شبابنا، نتكلم كيف ننصر نبينا. فالذهاب إلى هؤلاء الناس في أماكنهم يا إخواني أمر لازم حتمي. نحن نعلم أنهم لا يدخلون المساجد والمقاهي تكتظ الآن والشوارع تمتلئ، فإذا ذهبنا إليهم وحملناهم مسؤولية الدين ومسؤولية البلد وواقع الرسالة التي يجب أن تنتشر
بيوتاتنا وأماكننا ومنازلنا ومصانعنا وسياراتنا وشركاتنا وكل مكان، فإنهم سيحملونها معنا. وأنا قابلت الإخوة في إيطاليا فقال لي الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه كان موجودا قبل أسبوع، وكان أمرا عجيبا. يقول كان يسكن في مكان خاص، في قصر خاص في روما استضافوه فيه، فكان ينزل كل فجر يصلي في الجامع المركز الإسلامي في روما. فالشوارع طيلة 3 أيام في روما الإسعاف وي 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 إيه يا عم الراجل ده نزلنا كل يوم الفجر وأخذ وراه موكب وي وي إسعاف لغاية المسجد. فتعجب أهل روما، قال يعني ما الذي يحصل؟ قالوا هذا الرئيس المصري ينزل كل يوم الفجر يروح يصلي في الجامع. قالوا لماذا؟ قال هذا دينهم. قال فإذا بهؤلاء الإيطاليين يأتون يسألوننا ما هو الإسلام؟ ما هي الصلاة؟ من فعل رجل واحد. فأنا أقول نحن أحوج ما نكون أن ندعم هذا الرجل بفعلنا الحقيقي، ليس كلام ولا مدح يا إخواني. فمدحنا له لا يرفعه عند الله، وذمنا له لا ينقصه عند الله، إنما الذي يرفعه وينقصه عمل الدين وتحمل الأمانة. إن قصر يعاقب عليها، وإن وفى يؤجر عليها. لكن أنت ماذا تستطيع أن تقدم لبلدك؟ ماذا تستطيع أن تقدم لدينك؟ غير الانتقاد، غير النقيصة، غير تتبع العورات والزلات، غير البحث عن المشكلات، غير النظر إلى بعض البرامج التي تثير الفتنة لا أكثر. لكنك إن عملت في حيك من خلال جمع الكلمة ووحدة الصف وإزالة الخلاف، أصلح بين المتخاصمين، أصلح بين رجل وزوجته، صلح بين أب وأبنائه، حل مشكلة ميراث، حل خلاف على قطعة أرض حدودية، حل مشكلة من المشاكل على عقار أو على شقة أو نحو ذلك. امنح هؤلاء الناس الذين يعيشون فوق أرضك وقريتك شيئا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، شيئا من الأعمال الصالحة. بعض الشباب أقابلهم ممن يدعوهم إلى الله يقول يا شيخ والله ما عمرناش عدى علينا واحد بدأ متبسم. لما يتبسم صاحب اللحية فإننا نتعجب، هو الراجل ده بيضحك ليه؟ لأنه أصلا لا يوجد من يتبسم، دائما يقول اتقوا الله يا اخوان، اتقوا الله. نعم تقوى الله جل وعلا فريضة، لكنك بحاجة أن تسبقها بخلق حميد كما كان يفعل رسول الله. قال أنس والله ما نهرني رسول الله قط، وما ضرب خادما قط، ولا قبح وجه أحد قط. وقال جابر والله ما مسست ديباجا ولا حريرا أنير من كف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت بحاجة أن تمتثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمضي بهذه الأخلاق داعية في مجتمعك. أحد المشايخ يحكي لي في الإسكندرية، المشايخ معروف أنتم تعرفونه ولكن لم يأذن لي أن أذكر اسمه. يقول يا شيخ محمد حقول لك كلمة عن سنة السلام، سنة السلام، السلام عليكم. يقول أنا دخلت مرة إلى حي من الأحياء في أطراف الإسكندرية وماشي بالعربية مستعجل، وأنا عارف أن المنطقة دي بيبقى فيها دايما شباب بيضربوا مخدرات غرزة، قاعدين في الضلمة، اللمبة مطفية مكسرين اللمبة بتاعت العواميد الشوارع عشان الضلمة بتعمل دماغ فما ينفعش يعمل نور، فبتضلموا الشارع. يقول فأنا عارف إن في ناس، وبعدين أنا في الطريق فكرت قلت يعني أسلم عليهم ولا لا؟ أنتم عارفين إحنا في وقت لا يوجد في أمن، ممكن بلطجية يضربوا السيارة يكسروا يقولوا إيش الشيخ اللي عندي من عندنا. يقول فقررت أن أسلم، فنزلت الإزاز وطلعت راسي كذا وهدايا السلام عليكم يا شباب، السلام عليكم. قالوا عليكم السلام يا شيخ تفضل. يقول وانا ماشي بسرعتي تقريبا السرعه العاديه اللي نمشي فيها في الشوارع، يقول فاذا احدهم بيجري ورايا بيخبط على شرطه عربيه، استنى يا شيخ استنى يا شيخ استنى. فوقفت مكاني، قال لي يا شيخ الطريق وقع من هنا. يقول فنظرت وضغطت النور العالي واذا هو ساحقه 5 متر الارض تحت. يقول فقلت انظر الى بركه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لو أنا قررت في السيارة وأنا مغلق الزجاج أن أنا أمشي ولا أسلم لتركوني، لكنني أحببت أن أطبق السنة فأراد الله أن يريني أمرا ظاهرا أثر بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقررت أن أرجع إليهم وأتكلم معهم، فتكلمت معهم فمن الله علي ب2 أو 3 منهم بدأوا بالصلاة. انظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه كما أنت في حاجة ماسة لها. فلا أقول السؤال الذي جاء به الأخ نوجهه مرة أخرى، هل ستنال شرف نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم نصرته في كل وقت.
وماذا سنفعل إذا لم تطبق كلمة الشريعة الإسلامية وأحكامها. يجب أن نعلم أولا أن الشريعة الإسلامية تطبيقها له مراحل وليس تطبيقا على إطلاقه. هناك من أحكام الشريعة من تطبق تطبيقا كاملا، وهناك من أحكام الشريعة من يحتاج فيها الحاكم أن يتدرج مع المجتمع فلا يبدأ بها لئلا ينفر الناس من دين الله جل وعلا. وعلي يقول: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الحمد لله جل وعلا أن مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وإخواننا جميعا موجودون في الصف وفي الواقع، ولن نصمت إذا رأينا شيئا من المنكرات استشرى أو شيئا من الكفر والإلحاد ظهر، بل سنرد على كل رجل صغيرا كان أو كبيرا، شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، سنرد عليه إذا وجدنا ما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعتقد أن موضوع مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة حتى وإن اختلف الجملة الموجودة في الدستور إلا أننا مطالبون في الواقع بشيء آخر، ولا لا يا إخواني؟ نحن مطالبون في الواقع ليس فقط أن نطبق ما في الدستور، بل أن نطبق ما عندنا في الإسلام. فالإسلام لا يمنعك أن توقف الناس في الشارع وتدعوهم إلى الله، ولا يمنعك أن تنكر المنكر بالحسنى، ولا يمنعك أن تأمر بالمعروف بالحسنى، ولا يمنعك أن تسكت على الظلم والفحشاء، ولا يمنعك أن تكون آثما أو شاهدا لشهادة الزور أو آكلا للحرام. بل الإسلام يدعوك إلى كل فعل نبيل ويحذرك من كل فعل قبيح. فنحن بحاجة إلى تطبيق الشريعة يا إخواني في قلوبنا وأفرادنا وأسرنا، ووالله أقسم بالله ستطبق الشريعة في مجتمعاتنا. والله ستطبق الشريعة في مجتمعاتنا إن نحن طبقناها في منازلنا وبيوتنا.